طوابير أمام البنك إصدار أعلى عائد شهري وسنوي 25% بالبنوك بعد قرار البنك المركزي والبنك الأهلي وبنك مصر. هل يتم إيقاف الشهادات الجديدة؟ تعال نشوف التفاصيل الجديدة، بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تدعمنا بلايك الفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس، وما تنساش تشارك الفيديو على كل أصحابك على السوشيال ميديا لتعم الفائدة. وبقى الناس اللي بتقول لي ما بيجيليش إشعار من القناة، لأن حضرتك لازم تنزل أسفل الفيديو هتلاقي علامة اللايك، تضغط لايك للفيديو بيوصل لك مننا اشعارات، وخصوصا ان اللايك ده مجانا. انت بتنزل تحت الفيديو هتلاقي علامة اللايك، اضغط دلوقتي لايك يوصلك مننا كل الشهادات القادمة بإذن الله. في تغيرات كتير في أسعار الفايدة الأيام القادمة، خصوصا مع تخفيض أسعار الفايدة من الفيدرالي الأمريكي والتغيرات القادمة بإذن الله. بعد اجتماع البنك المركزي المصري ولجنة السياسة النقدية اللي قررت فيه تثبيت أسعار الفايدة، وده كان المرة الرابعة على التوالي، وده كان خلال اجتماع أكتوبر 17/10/2024 اللي أصبح فيه الفايدة عند مستوى 27.25% وال28.25% على الترتيب، مع أن توقعات تخفيض أسعار الفايدة من الفيدرالي الأمريكي مستمرة، حيث خفض الفايدة في الاجتماع قبل السابق 50 نقطة أساسي، ثم تم تخفيض أسعار الفايدة في الاجتماع السابق 25 نقطة أساسي، وذلك وصل إلى 75 نقطة أساسي في الاجتماعين السابقين. وده جعل كثير من البنوك المركزية سواء المرتبطة بالدولار أو البنوك الأوروبية تخفيض أسعار الفايدة بعد قرار فيدرالي أمريكي. وهنا بدأ كثير من العملاء يتحدثوا عن مصير الشهادات وأسعار الفايدة في البنوك المصرية، وبالأخص الشهادات المطروحة في البنك الأهلي وبنك مصر، لأن احنا عارفين إن أعلى شهادات مطروحة هي الشهادات ذات العائد 27% السنوية، والشهادة 23.5% الشهرية، وأيضا الشهادات 30% المتناقصة سواء في البنك الأهلي أو بنك مصر. ولأنه من فترة يتم دراسة إيقاف هذه الشهادات أو تخفيض أسعار الفايدة عليها، ولكن بدأت المؤشرات نحو نزول أسعار الفايدة، ولكن كل المؤشرات بتشير حاليا إلى نزول أسعار الفايدة تدريجيا في الأيام القادم، وأيضا إلغاء بعض الشهادات المرتفعة العائد وطرح بديل للشهادات المرتفعة العائد حاليا. طبعا هننزل كل الشهادات اللي هيتم طرحها الأيام القادمة، لذلك بذكرك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك للفيديو عشان يوصلك مننا إشعار من القناة. واحنا بنعرض كل الشهادات وكل العوائد وكل حسابات التوفير أو أذون الخزانة، ولك هنا حرية الاختيار العائد المناسب لحضرتك اربط عليه. احنا بنعرض كل الفوائد الموجودة في البنوك وحضرتك انت اللي بتقرر. تعال بقى بينا نتعرف على العائد الجديد. البنك العربي الأفريقي بمصر طرح حساب توفير بعائد وصل 25%. هو كان سابقا 30%، ولكن تم تقليل العائد عليه وأصبح العائد السنوي 25%، النصف سنوي أصبح 24%، وربع سنوي أصبح 23.5%، والشهري 23%. وطبعا اللي ما يعرفش الفرق ما بين الشهادة وبين حساب التوفير احنا شارحينه في القناة. طبعا حساب التوفير تقدر تسحب أموالك في أي وقت وتعمل إيداع في أي وقت، انما الشهادات ما تقدرش تسحب اموالك غير بعد 6 شهور، وكمان بتخسر اكثر من 70% من ارباحك من الشهاده. انتظر مننا باقي تفاصيل الشهادات القادمه، وما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس واللايك الفيديو عشان يوصلك مننا اشعار من القناه.